فيها علينا سماحة فضيلة الشيخ محمد علي مشرف كبير مفتشي إدارة أوقاف ديار بنجم، فليتفضل فضيلته مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو حي دائم لا يموت. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا مداوي الأمراض من أرداك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك. وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله من بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيم قلت ذاك وسامه، يعلو به فوق الكواكب ساريا. ما كان مثلك يا محمد أن يكون له أبا يرعاه في ظل الطفولة حانيا. إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا. قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة، تعبى الرضاع سوى نصيبك راضيا. تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا، تعطيك ثدي أخيك ترفض آبيا. عجبا لطفل كان في إرضاعه
حكما لمرضعة لديه وقاضيا. الجود طبعه والسخاء مجمع، والماء من كفيه ينبع صافيا. تسقي العطاش إذا دعيت بأصبع، فيسيل منه الماء شهدا صافيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. نظرت إلى قبتك الخضراء فانفجرت عين من الشوق لا أعلم لها وصفا. قالوا جننت بمن تهوى، قلت لهم جعلت روحي لنعل المصطفى وقفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا بالخير جابرا لخواتر أصحابه، أتى بدين كرم فيه أتباعه. قال ابن عباس: والله ما خلق الإله وما ذرأ وما برأ نفسا هي أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله رحمة للبار والفاجر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر والكافر. قال أهل مكة حينما أرادوا أن يتأكدوا من صدق نبوة النبي قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. أراد الله أن يعلم الجميع قدر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمن آمن بالحبيب النبي أمن من العذاب في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالحبيب النبي أمن من العذاب في الدنيا، أو كما قال علماؤنا: أمن من عذاب الاستئصال في الدنيا. فلا عذاب ينزل من السماء ليعم الأمة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ليلة الإسراء والمعراج لما صعد النبي إلى الرب العلي: يا رب لقد اتخذت إبراهيم خليلا. رب سيدنا النبي بيسأل رب العالمين: يا رب إني سائله. فقال الله: يا محمد أنا ملك الملوك وقاضي الحاجات، من دعاني أجبته ومن وقف على بابي قبلته. سلني يا محمد. فقال: إلهي وسيدي ومولاي، لقد اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، ورفعت إدريس مكانا عليا، وأعطيت سليمان ملكا عظيما، وخلقت عيسى من روحك، ففيما فضلتني بين هؤلاء؟ فقال الله: يا محمد وعزتي وجلالي، لو كنت اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا، والحبيب أكرم من الخليل. وإن كنت كلمت موسى تكليما فإنما كلمته من وراء حجاب، أما أنت فعلى بساط أنس الله. صلوا عليه.
وإن كنت رفعت إدريس مكانا عليا فقد رفعته إلى السماء الرابعة. أما أنت يا محمد ففي مكان لم يصل إليه أحد من قبلك ولن يصل إليه أحد من بعدك. وإن كنت أعطيت سليمان ملكا عظيما وسخرت له الإنس والجن والطير والريح فقد أعطيتك 7 من المثاني والقرآن العظيم فيه سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وعزتي وجلالي يا محمد ما قرأها أحد من أمتك إلا وغفرت له ذنوبه، وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر وعدد الرمل. وإن كنت خلقت عيسى من روحي فقد اشتققت لك اسما من اسمي فلا أذكر إلا وتذكر معي، فلا يقول قائل لا إله إلا الله إلا وتجد من يرد عليه محمد رسول الله. أتى بدين كرم فيه أتباعه، فالحمد لله أن جعلنا مسلمين، والحمد لله أن جعلنا من أتباع سيد المرسلين. نظرت إلى قبر النبي فهالني نور بدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر، فما بال جوف القبر، ما بال ما به، فما بال ترب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. كرم أتباعه، ينادي الله سبحانه كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، ينادي الله سبحانه يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك. فيقول يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ ايه بعث النار ده؟ فيقول الله سبحانه وتعالى يا آدم من كل 1000 واحد 999 في النار وواحد في الجنة. فشق ذلك على أصحاب رسول الله وقالوا يا رسول الله وأينا هذا الذي ينجو؟ يا رسول الله وأينا هذا الذي ينجو؟ سيدنا النبي بيقول يومها يشيب الرضيع وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أينا هذا الذي ينجو يا رسول الله؟ قال أبشروا فمن يأجوج ومأجوج 1000 في النار ومنكم رجل في الجنة. يأجوج ومأجوج ده قوم يخرجون في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى. بنى ذو القرنين عليهم سدا منيعا، يهدم هذا السد في آخر الزمان بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، فيخرجون ويخربون ويفسدون في الأرض كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صل عليه والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. أنا أتمنى أن أنتم أمة النبي، يعني يقصد سيدنا النبي يقصد أمته. سيدنا النبي بيقول والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر أصحاب النبي. جاب لأمة النبي 69 أمة،
لما 69 لما أمة لوحدها تاخد ربع الجنة و69 أمة ياخدوا الباقي، يبقى دي فضل من الله. اسمع بعد ما توحدوا الله وتصلوا على رسول الله. قال والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر أصحاب النبي. ثم قال والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر أصحاب النبي. فقال والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فأنتم في الأمم كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. يبقى إكراما لرسول الله أمة سيدنا النبي تاخد نص الجنة لوحديه. ينادي الله سبحانه يا نوح لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك، هل بلغت قومك؟ رب العالمين بيسأل سيدنا نوح وهو سبحانه أعلم، هل بلغت قومك؟ فيقول نعم يا رب. فيأتي الله بقوم نوح هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما حدش اجى يا رب ولا حد بلغ. فيأتي الله بنوح من يشهد لك يا نوح؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. يقول النبي نحن الآخرون، آخر أمة إيجت أمة سيدنا النبي، الأولون يوم القيامة مقدمون بفضل الله ثم ببركة رسول الله. ينادي الله يوم القيامة أين الأمة الأمية ونبيها؟ يقول النبي فتفرج لنا الأمم عن طريقنا، كله بيوسع لأم سيدنا النبي، وينظرون إلينا ويقولون كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء. فلنحمد الله أن جعلنا مسلمين ومن أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جابرا للخواطر. سيدنا النبي خرج ذات يوم فرآه أبو موسى الأشعري، فسيدنا أبو موسى مشي ورا النبي، فدخل النبي بستانا ثم جلس على حافة البئر ودل قدماه في البئر. سيدنا أبو موسى الأشعري يقول فوقفت على باب البستان وقلت سأكون بوابا لرسول الله اليوم. شوف البشريات، بقول لك سيدنا النبي مبشر بخير، جابر للخواطر، صل عليه. فجاء الصديق أبو بكر فطرق الباب. سيدنا أبو موسى الأشعري قال له انتظر حتى أستأذن لك رسول الله. دخل فقال له يا رسول الله أبو بكر بالباب يستأذن. قال له ايه؟ قال له ائذن له وبشره بالجنة. دخل سيدنا أبو بكر وجلس جانب سيدنا النبي. ثم جاء عمر الفاروق رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري قال انتظر حتى أستأذن لك رسول الله. يا رسول الله عمر بالباب. قال له ائذن له وبشره بالجنة. اللهم امين. ثم جاء عثمان فقال أبو موسى الأشعري يا رسول الله عثمان بالباب. قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. تعرف يعني ايه بشره بالجنة؟ يعني هو خلاص هيطلع من قبره يدخل الجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهلها.
بصحبة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله مبشرا بالخير، جلس هو والسيدة خديجة، فالسيدة خديجة ذهبت لتأتي بشيء، فسيدنا جبريل نزل على سيدنا النبي قال له السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. بلغ خديجة من ربها السلام. دي كلام عالي خالص يا جماعة. يعني ايه بلغ خديجة من ربها السلام؟ من ربها، رب العالمين، من ربها يعني رب العالمين في جلاله، في عليائه، في كبريائه، يرسل السلام من فوق سماواته لمخلوق من مخلوقاته. أمر نسأل الله أن نكون في معية النبي وقبلها في رحمة رب العالمين سبحانه. سيدنا النبي جاء، خديجة جاء ومعها إناء فيه أديم فيه طعام، فقال لها يا خديجة يا خديجة الله سبحانه يقرئك السلام ويبشرك بقصر في الجنة، بقصر في الجنة من قصب. قصب دي يعني لؤلؤ مجوف. تخيل كده قصر كده من لؤلؤة مجوفة. ايه المنظر ده؟ قصر في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. رسول الله مبشرا بالخير. جل سيدنا عبد الله بن مسعود لما صعد ليأتي بعود من أراك، يجيب سواك لسيدنا النبي من على شجرة الأراك، فجاءت الرياح فكشفت عن ساق سيدنا عبد الله بن مسعود فضحك الصحابة، فقال النبي مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساق عبد الله بن مسعود، رجله رفيعة ضعيفة. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. قدم سيدنا عبد الله بن مسعود. رسول الله مبشرا بخير جابرا للخواطر. جليبيب صحابي من صحابة رسول الله، بس سيدنا جليبيب دي له ظروف خاصة. ايه ظروفه؟ فقير معدم، لا بيت يأويه، وليس عنده ثياب، وليس عنده حذاء، وليس عنده ما يشرب فيه، ينام على الأرض ويلتحف السماء، دميم الخلقة. صليت على سيدنا النبي. سيدنا النبي جه في يوم وقال له يا جليبيب ألا تتزوج؟ مش عايز تتزوج؟ فسيدنا جليبيب قال ومن يزوجني يا رسول الله؟ من هيرضى بيا؟ ده لا مال ولا جمال ولا شيء خالص. فقال أنا أزوجك يا جليبيب. جه واحد من صحابة النبي من الأنصار بيقول لسيدنا النبي زوج بنته، الرجل ده زوج بنته توفى، فجاي يعرض بنته على سيدنا النبي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه عشان النبي يقبل أن يتزوجها يعني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أتزوجها. فالرجل فرح فقال ولكن ليس لي. فالرجل قال لمن يا رسول الله؟ فلمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. الرجل أول ما سيدنا النبي قال لجليبيب اتلخبط وقال حتى أستشير أمها، عايز يخلع من سيدنا النبي. فرح لزوجته وقال لها رسول الله أراد أن يتزوج ابنتنا. فالمرأة فرحت فقال ليست له
فقالت فلمن؟ قال لجليبيب. قالت لعمر الله لن يكون. جليبيب ده تقدم لها فلان وفلان من الأعيان ومن ومن ومن، قل للنبي لا. فقام الرجل ليخبر رسول الله، ما حد مش موافقين على الخطبة ولا الزواج دي. فالبنت سمع أبوها وأمها وهم بيتكلموا، فخرجت فقالت لهما ماذا قال رسول الله؟ قال نزوجك جليبيب. وماذا تريدون أن تفعلوا؟ راح للنبي ونقول له مش هتتزوج جليبيب. أتريدون أن ترد كلام رسول الله؟ خذوني إليه فإنه لن يضيعني. فذهبت البنت إلى رسول الله فتزوجت جليبيب. مرت أيام قلائل، نادى منادي الجهاد فخرج جليبيب. بعد ما المعركة انتهت سيدنا النبي بيقول للصحابة انتوا تفقدوا حد؟ فالبعض يقولوا نفقد فلان ونفقد فلان ونفقد فلان ونفقد فلان. تفقدون أحد؟ نفقد. محدش بيجيب سيرة جليبيب لأنه كان ليس له وزن في دنيا الناس، لكنه عند الله غال، سلعة غالية. تفقد. فقال النبي ولكني أفقد جليبيب، ابحثوا عنه. فبحثوا عنه فوجدوه قد استشهد بين 7 قتلهم. فوقف النبي عليه وقال أنت مني وأنا منك. ثم حمله على ساعديه. يقول أنس كنا نحفر قبر جليبيب وليس لجليبيب سريرا سوى ساعدي رسول الله، ثم وضعه النبي بيديه في قبره وهو ينظر ويبكي ويقول أنت مني وأنا منك. صلى الله على جابر الخواطر، صلى الله على رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا رسول الله. سلام على مكة والحرم، سلام على الموصوف بالكرم، سلام على من قال للنخلة اسجدي فسجدت على الرأس والقدم، سلام على من شق جبريل صدره فلم يشكو من وجع ولا ألم، سلام على من قال يا رب أمتي أمتي أجرها من النار، قال نعم نعم. صلوا عليه فصلاتنا على النبي من خير النعم. اللهم اغفر للمتوفى، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.